علماء النفس بعد ابحاث كتيره وتجارب كتيره جدا لقوا واكتشفوا ان الكتابه هو يعني انك انت تكتب ايه مثلا اللي انت مريت بيه النهارده في يومك، او ايه اللي انت بتفكر فيه، فبالتالي تطلع كل اللي انت بتفكر فيه وتشغل دماغك في الكتابه، او انك انت تكتب ايه الحاجه اللي مضايقاك او مزعلاك. دي اكتر حاجه تحسن نفسيتك بنسبه 95%. ولو انت كمان زعلان وفي حاجه يعني مضايقاك، يعني انت لما تكتب فده بنسبه كبيره قوي هيخرجك من المود الزعل ده. كمان لو انت بقى واعي بقى في مشكله، فلما تبتدي تكتب ايه المشكله اللي انت واقع فيها وايه الحاجات اللي انت بتفكر فيها عشان تبتدي تحل المشكله دي، فبالتالي الكتابه تقدر تساعدك بنسبه كبيره قوي على انك انت تحل المشكله اللي انت واقع فيها دي. فانت كمان لو انت كتبت كده ايه الحاجات اللي انت المفروض انك انت تخلصها النهارده في يومك، مثلا مذاكره وراك مثلا حاجات متراكمه عليك لازم تخلصها النهارده في يومك، فلما تبتدي تكتب الحاجات دي فالكتابه هتديك حافز بشكل كبير جدا على انك انت تخلص الحاجات دي وتتعلم عليها. فالكتابه هتساعدك بشكل كبير جدا جدا على انك انت تنجز وتخلص الحاجات دي. فتعال اقول لك بقى جمل صغيره جدا تكتبها كده بس هتخليك تطلع كل اللي في دماغك في الكتابه، وهتخليك تستفاد بشكل كبير جدا من الكتابه زي الحاجات اللي انا قلتها لك دي. اكتب السؤال ده: انا حاسس بايه دلوقتي؟ وعاوزك بقى تجاوب على السؤال ده. عاوزك تجاوب على السؤال ده بانك انت تطلع كل اللي انت حاسس بيه في الكتابه. فانت لما تعمل كده ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا راحتك النفسيه وحالتك النفسيه للاحسن. تاني سؤال اهو: انا هعمل ايه لنفسي النهارده؟ وعاوزك تشوف بقى ايه الحاجات اللي انت بتحبها وتكتبها انك انت تعملها لنفسك النهارده. فلما تبتدي تكتب كده ايه الحاجات اللي انت بتحبها فتعملها لنفسك النهارده، ده هيخليك تحبي نفسك اكتر وتقدر نفسك اكتر، فبالتالي هيخلي عندك ثقه عاليه جدا بنفسك. ثالث حاجه اكتبها: ايه هي الحاجات اللي المفروض ان انا اخلصها النهارده؟ اكتب بقى المهام اللي عليك انك انت تخلصها النهارده. اكتب مثلا المذاكره اللي انت المفروض تخلصها النهارده، ايه الحاجات اللي انت المفروض انك انت تنجزها وتخلصها النهارده، ايه الحاجات المتراكمه عليك انك انت المفروض بقى تخلصها النهارده. لما تعمل كده فده هيخلي عندك حافز بشكل كبير جدا على انك انت تخلص الحاجات دي النهارده وتنجزها كمان. واخر حاجه بقى وعاوزك بقى حرفيا دي بالذات تكتبها بقى: ايه هي الرساله اللي اقولها لنفسي النهارده، او ايه هي النصيحه اللي انصح بيها نفسي النهارده. اكتب بقى ايه هي الرساله اللي انت تحب تقولها لنفسك النهارده، ايه اللي انت مريت بيه النهارده فتعلمت منه درس فبالتالي تدي بيه نصيحه لنفسك النهارده. عاوزك تكتب رسائل حب لنفسك. مش معنى يعني بتعرف قوي يا اخويا تكتب رسائل حب ليها، يعني ما تكتب رسائل حب لنفسك. اكتب رسائل تخليك تحبي نفسك اكتر وتثق في نفسك اكتر. ايه هي اغلى نصيحه انت تحب تقولها لاي حد صاحبك او تحب تقولها لاي حد وانصح بيها نفسك؟ صدقني دي اكتر حاجه لو انت كتبتها هتفرق معاك بشكل كبير جدا 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 لنفسك.